زعتر أخضر بتقطعوه شوي وبتحطوا كباية منه، برش زنجبيل وبرتقال وثوم مهروس، وبتحطوا عصير حامض، زيت زيتون، ملح وخل وفلفل أسود، وعلبة من اللبن، لبن شرب 200 ملي، وشوية قرفة، بودرة ثوم وبصل، كزبرة وبابريكا. هيدي هي التتبيلة. بتجيبوا 3 دجاجات، تعتمدوا طبعا طريقة التنظيف اللي انتم معودين عليها. أنا بجاد بحط مي، خل، تلج، ملح، وبنقع الدجاجة هيك شوي، بغسلها برجع بنشفها كتير منيح. حطيت بقلبهم برتقال، بصل، حر أخضر وورق غار، وطبعا دهنتهم بالتتبيلة بعد ما خلطتها وبين الجلد والدجاجة تتنكه وتتشرب التتبيلة مزبوط. التتبيلة كتير طيبة عن جد، جربوها. حطيت بالصينية ورقة فويل، رجعت ورقة زبدة، رجعت الدجاج، ورقة زبدة، وغطيتهم وعلى الفرن. هيدي الصينية دايما للدجاج، وأكيد الفرن بده يكون محمى من قبل درجة 200 رف وسط. للرز عملت رز بالخضرة كتير طلع طيب، فرمت بصلة، حصين توم مهروسين، وعلى الفود بروسيسور عملت نص حبة فليفلة، جزرة، قليتهم معهم مع الرز، ملح، فلفل أسود، ملعقة من بودرة مرق الخضرة، وقبل ما سكر عليهم حطيت زعتر أخضر تيتنكهوا بريحة الزعتر، بعدين شلتها. هيدي التتبيلة اللي دهنت الدجاج فيها رح كتب لكم اياها تحت الفيديو. هيدا الدجاج بعد ساعة من الوقت طلعته كشفته ودهنت من فوق التتبيلة اللي عملتها فيه، ورجعت فوتته طبعا نص ساعة تانية لحمرته لكمان تشرب هيدي التتبيلة. طبعا حسب فرنكم وقد ايه بياخد وقت التحمير. انا كلهم على بعضهم ساعة ونص، ساعة ونص تقريبا. مثل ما شفتوا الرز كيف طلع، كل حبة بحبته، حطيته بصينية، زينته بالبصل الأخضر، وهيدا الدجاج من جوا أكله، جربوها.